الساعة دلوقتي 11 الا ربع. تلج بينزل. من زمان كان نفسي ان انا امشي في التلج كده بالليل. هتصل بواحد صاحبي هو ساكن قريب من هنا وهشوفه لو عاوز ينزل يتمشى معايا او يقابلني بالعربية ونروحوا في حتة. الو. ايه يا حمو؟ ايه يا ابني انت فينك؟ في البيت. الجو عامل ازاي بره؟ والله هو الجو حلو. انا لسه جاي من بره اصلا، كنت شغال طول اليوم. يعني هو الجو حلو بالنسبة لي مش بالنسبة هو للناس. حلو بس فاهم انت؟ هو ما في شوية تلج بس. المهم انت مش بتفكر تنزل؟ ايه؟ مش بتفكر تنزل؟ فين يا عم؟ الجو صعب قوي. يا عم ما انا بتمشى اصلا. ماشي فين؟ طب بص ناحية بيتك كده. يا راجل. والله. هاخدك بقى. طيب ماشي، تعالى نتمشى بالعربية شوية. ماشي. قدامك قد ايه؟ انا شفت السكه، انت بتقول جنب بيتي. طيب ماشي، هخش من الشارع اللي هو اليمين. وود. اه. انا مش شايف اي حاجه. سلام. سلام. اهو جه اهو. يا لهوي، يلا عمتنا الله يخرب بيتك. السلام عليكم. السلام. ايه يا ابني، حد يتمشى في جو زي ده؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. خالد يا جدعان كان معايا في مصر وانا وهو جينا يعتبر في نفس الوقت يعني. وكان عندي سؤال عايز اساله لكابتن خالد. السؤال كابتن خالد معايا. معاك. عايز اعرف ايه السؤال. انت مركز في الطريقه الحلوه. خالد جات له فتره كان قاعد في الريف الامريكي فتره كبيره، وبعدين ساب الريف الامريكي وراح قاعد في تكساس سنتين تقريبا، وعايش هناك وجاب عربيه وكان قاعد في بيت حلو وظبط حاله. ولا بيت حلو ولا بتاع ده، كان بيت كنت قاعد في شقه ابارتمنت. مره قعدت انا وواحد ومره قعدت انا واتنين. تمام. افتكر اول مره نقلت في شقه يعتبر باسمي انا وواحد. كان هناك في طبعا هناك في تكساس المكسيكان بالعبيط يعني مالين الدنيا. افتكر اول ليله كنت قلت بقى انا خلاص بكره بقى عندي شغلانه جديده، اول مره اروح الشغلانه ديت ولسه معزل في البيت النهارده واول يوم ليا في البيت. كان لسه البيت ما فيهوش اي حاجه، كنت انا وهو بننام على مرتبه بس، مرتبه منفوخه كمان مش مرتبه حقيقيه. فكان اليوم ده عيد مكسيكاني مشهور اسمه سينكو دي مايو. سينكو دي مايو ده عباره عن هم المكسيكان بيعشقوا حاجه اسمها شرب الخمره. حلو. بيشربوا خمره يعني. افتكر ان كانوا لحد الساعه 7 الصبح كل شويه واحد يسكر جامد يعمل حاجات متخلفه، تلاقي ظابط كل ساعه كل ساعتين. تلاقي ناس بتشرب وهي في الجنينه، حاجه يعني صعبه. المهم الحياه هناك سريعه ومتعبه ومرهقه وغاليه. يعني مثلا انت بتعمل فلوس هناك كنت بتعمل فلوس كتير جدا. تمام. بس كل سبل الصرف متاحه عندك. يعني انت بتعمل فلوس بس ما عندكش امكانيه انك تحوش او لا خالص. الحياه هناك هات وخد على طول اللي هو من كتر الحاجات المغريه هناك، فانت غصب عنك بتلاقي نفسك بتصرف وبتروح وبتعمل. وبعدين انت برضو بتبص على اللي جنب منك واللي فاهم انت. بتحس ان انت عاوز تعمل. ايوه ولازم اكتر. طمع، بتخش في حته طمع شويه. وانت اصلا معكش. ايوه انت معكش مقارنه احنا معاك الحمد لله، بس معكش مقارنه باللي حوالين منك. وكمان الكواليتي بتاع الحياه صعب بقى زي الزفت. تحس ان انت بتشتغل في مكان عالي جدا بس الكواليتي بتاع الحياه ما يكاد يكون مفيش كواليتي خالص. انت منعدم يعني، اللي هو ايه، دايما بتحس ان انت اقل من غيرك لان فعلا هناك اغنياء وانت طيب
دلوقتي انت ليه خدت القرار انك ترجع هنا؟ ولما رجعت هنا ايه الفرق بقى ما بين هنا وهناك، ما بين الريف هنا وهناك؟ الفرق اللي انا يعني اللي معظم الناس ممكن تفكر فيه، انا مش ده اللي فكرت فيه قوي. يعني انا فكرت ان انا الحياة هنا مناظر طبيعية وامريكا اكتر، تحس ان هي امريكا اكتر. ما تحسش ان انت يا عم ده يقول لك يا عم دي تروح تكساس ولا روح جورجيا انا ليا ابن عمتي في جورجيا واصحابي في تكساس، يقول لك يا عم حلوه وجوها جو زي مصر وبتاع. انا سايب مصر مش عشان يدور على حاجه جوها جو مصر وشكلها شكل مصر ما انت عايش برضو هنا. ايه انا من الناس اللي حابه العيشه هنا، حابه البلد، مش اللي هو هي غربه والسلام اي حاجه تفكرنا ببلدنا وبتاع. لا، انا جاي هنا حابب ان انا اعيش هنا، تستقر وتعيش هنا مش اللي هو انا متغرب عشان كذا او فاهمني. فاللي هو يعني انا حاسس ان هنا امريكا بجد مختلفة كتير. حاسس ان هنا جو زي ما انت شايف كده، حاجة انت تجربة جديدة في حياتك بتاخدها. طبعا اللغة وكل حاجة موجودة، بس هناك طبعا في ناس هناك كتير ما بيتعاملوش اللي هو انا مغترب، انا مصري وبروح على قهوه مصريه، بيعيشوا عيشه بالليل، سواء مصري او اي بلد عربيه، مش شرط مصري بس. انا كنت هناك بروح لحلاق كان يرفع اللوكيشن بتاعه على جوجل مكتوب بالعربي. تخلص جنب منه تلاقي واحد مش عارف بتاع مخللات، اللي هو الناس ما بتتعلمش هناك زي ما مش بتختلط. لا توصل مش بتختلط بالامريكان. المحلات العربي كلها هناك ماسكه مكان واحد كده، تخلص عند الحلاق تطلع تخش عند بتاع البون. طب انت مش شايف ان دي حاجه كويسه؟ يعني هي حاجه كويسه ومش كويسه في نفس الوقت. يعني انا مثلا نفسي اروح. طب ايه اللي مش نفسي اروح هناك؟ نفسك تروح عشان زياره عشان اكل واشرب. طب ايه الحاجه اللي مش كويسه؟ اللي مش كويسه ان انت ما ينفعش يبقى عندك ده كل يوم. ما ينفعش حياه الرفاهيه دي تبقى عندك كل يوم. هتسهى. يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب تقريبا كان شاف حد رايح السوق يجيب حاجه، فكذا مره يروح انا عايز كذا، يروح يجيب كذا. قال له افكلما اشتهيت اشتريت. الحياه برضو مش بتاعت دلع وبس. اي نعم انت في امريكا وكل حاجه والحمد لله وبتقبض احسن ومعاك فلوس وكل حاجه، بس فين التشالنج في الحياه؟ هنا حياه صعبه شويه. يقول لك البيزنس سهل في تكساس، يا عم ماشي على راسي، بس برضو هو مش مستحيل هنا. زائد ان انت هنا بتاخد الكواليتي بتاعت الحياه اكتر. انت هنا لما بتشتغل بتعرف تجيب بيت واسع رخيص مش بسعر خرافي، ويكون عندك براح، يكون عندك جنينه، يكون عندك مكان لاولادك، ويكون عندك جنينه قدام، جنينه ورا، عربيه عربيتين، سعر الانشورنس، سعر الضرايب. بس برضو في ناس هناك كتير عايشه وحياتها كويسه. يعني ما فيش مشكله، ما كل واحد بيدور على اللي هو عايزه. في واحد هو مش عايز حاجه زي كده، ده اللي هو عايزه. فكل واحد بيدور على اللي هو عايزه من العيشه هنا. وفي واحد يقول لك مش عاجبني الكلام ده وانا هروح عادي جدا. هي مش عادي قوي مؤخرا. يا جدعان المعلم نزلني قال لي انزل صورني عشان عايز يلعب بالعربيه. ايوه هيلبس في العمود. معلش بس بصوا التلج. يا لهوي. العربية دي تاخد كام لتر؟ كام جالون يعني؟ تاخد ب $40. حسابها انت بتاع 40 $؟ 22 جالون. لا $50 عاملة 16 جالون. لا لك كده هي منورة اللمبة. يعني هي هتعمل لها، بس هي بتنور بدري والله.
حد متخلف هتلاقيه كان تاني بتاع. عشانك اعمل باي باي. يقول لك ما ينفعش تفول وانت مدور العربية. ليه بقى؟ انا عارف. عم انت بتعمل ايه؟ فاهم مدور العربية. في الدفاية. الجو ساقع. في حد ينزل في الساعة دي يا متخلف؟ يا خالد صورة حاضر. الحلاوة دي. بعد بقى الاثنين دول اير دروب بقى. ايه ده بعيد؟ 15. لا هو حوالي 20 لان بقول لك اللمبه بتنور بدري قوي. لمبة في العربية مشكلة يعني. لا هو هتلاقي القمار اللي كان هنا التانل بتاعه هو بيركب الفيول باوندر مثلا او حاجه كده. الفكره بقى في ايه؟ ايه بقى؟ الفكره مش مشكلة، هي مش العربية ماشية. طيب يا عم الحمد لله خلاص. هي دي بس ديت سنجل كاب. دي العربية اللي انت عايز تجيبها؟ انا عايز اجيب اللي هي الدبل كاب ستيندد كاب زي ما بيسموها. دفاية بقى الحاجة الوحيدة اللي الواحد لسه متعلق بوطنه أوي. ممكن أبقى اعتقد من غير دفاية في امريكا في اي عربية أيوة تبقى مشكلة كبيرة جدا. مش كان أول عربية معايا من غير ايوه ايوه شبه دي. فاكر؟ كنت عايش حياة تعيسة. ايوه فاكر العربية اللي كانت معايا كانت بالنسبة لك ايه يعني؟ أنهي واحدة؟ العربية الجيب. اللي عنده دفاية. كنت بتاخدها انت تروح تسوق ساعة. فاكر؟ مقدرش اسوق ساعة دي ابدا تاني بعد كده. عشان تجيب شوية حاجات كنت بتسوق ساعة. ده انا واحد هنا بيستثقل ال 15 ده حاجة تانية عن العيشة في دالاس. كنت عايز تروح تجيب حاجات للبيت خصص يوم كامل. النهارده انا خدت بريك من الشغل رجعت لمراتي قالت لي في ستورم جاية. عايزين حاجات للبيت تكمل 3-4 ايام. رحت في نص ساعة جبت كل حاجة اللي هو كل حاجة جنبك. بس في حتة هنا برضو حتت بعيدة برضو. انا بتكلم عن المنطقة اللي انا عايش فيها. مش صعب ان انت تعيش قريب قوي من المدينة وتبقى فيه حياة برضو في ايه